جرب هاي الأكلة وشوف الحياة بسوريا شلون، حتى تعرفون الحياة السوري شلون كان عايشة. عز. السلام عليكم شباب بنات، اليوم وياكم العالمي قلبا وقالبا يا شباب. طبعا اليوم جايبكم أكلة تاريخية وشيء طالع عن الطريق، هي كوسة بلبن الذي ينتظره جميع السوريين والسوريات يا شباب. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. وقبل ما نبلش يا شباب بنات، طبعا متحمس لها هواية لأن من زمان ما ماكل هاي الأكلة، فأهم شيء يعجبكم المنظر لأن اليوم سويت شيء مرتب ويعجبكم. خلينا نقول بسم الله. وين هاي التنقل بالخاشوقة حبيبي. يا الله شو من حشوة بيها، حتى لا تقولون بخيل وما حاشيها زين. هسه فتحنا لنا طريق عن اللبن. طبعا اكثريتها ما تعرف تاكل كوسه بلبن، هذا خله فوق هذا وناكل بالخشب. لو تريدين ابدل بيدي. لك الله يسعد بطن اللي حملتكم. اكله رهيبه يا اخي، اكله تاريخيه. هو من واحد يحكي على تاريخ سوريا اقدم اكله هاي والكبه. طبعا تدرون شلون الكبه المشويه سويتها؟ اقسم بالله اول مره بحياتي اكل هيك كبه. شو من حشوه، كل شوي اشوفكم الحشوه. هسه اكيد الكل تقول اكو شي نقص بالسفرة، ولكن اليوم حبيت ما اجيبه. وصراحة يعني عندي خطار، قلت ما اجيب التفاح اليوم. اذا اكل تفاح ما راح اقعد ويا الخطار اليوم. خطارنا ما شاء الله جايين عندي من المانيا. تدرون العطلة السنوية بلشت، في تمن شي خيال. طبعا حسيت الاكلة بهاي باليد تصير اطيب من الخاشوقة. يا الله تشوفون اللي ما يجرب هاي الاكله يا لا تقول احنا سوراقيين او غير شيء او السوريين اخواننا، لا جرب هاي الاكله وشوف الحياه بسوريا شلون، حتى تعرفون الحياه السوري شلون كان عايشه. عز تخلي اللبن ويا هذا يعني طعمة التمن تطلع غير شيء، تطلع بيها نكهات تفوت لك باجواء غير طبيعية يا شباب. اكو يكتبوا لي شوف تعليقاتكم انتم السوريين،
تكتبوا لي ساوي الملوخية إن شاء الله مع مرور الزمن. راح نجرب الملوخية همينة. والله بد ما واكل الملوخية، بس إن شاء الله راح أشوفها ما أجربها الملوخية وأشوف الطعم شلونها، لأن أكل السوري عذاب مو أكل. بصراحة من دا آكل وشرشر الملوث من اللبن تحس بطعمة الكوسة بلبن. إذا مو هيك تطيس بروحك صبح على راسك حتى تحس بالطعم. كوسة بأصلها وفصلها، لا تقول لي بيها نقص نهائيا. هسه تقول نسيت المصور من الطعم الطيب نسيت حتى نفسي. احنا سوينا كوسة تشريب كلها أكلناها بيدينا. خلينا نجربها بالخاشوقة على مدار الخواشق لا تزعل. يا الله شوف هاي شباب، تشوفون المنظر. شيء مرتب. ويا مي بارد. هم يسألوني مرات ليش ما تجيب لك ويلك الكولا 7 غير شيء. طبعا تملي بطني من اكل، المعدة مالها جزء تنملي هيك شغلات غازية، بس عندي المي جيبها بارد مجرش. يلا مصور نقول لك بيرتين اليوم دارينا اليوم دارينا، لان هاي الاكله طبعا شيء يعني صراحه ما كنت متوقع بهاي الطعمه راح تطلع. عفوا. اسمع الصوت. ويلي اخر لقمه، بس اخليها لاخر لقمه. شو سوينا لقمه تمه. اما تناكلوا الخبز هاي خلي غمس بيه. والله ما ريت تخلص. شو اخترعتوها هاي الأكلة؟ ما أعرف. هي الكبة المشوية يعني تقول غير واحد كبة مشوية ما يصدق يعني على الفحم وهاي، بس الكبة المشوية يعني شيء رهيب. كافي. تمن ما كان زيادة، بس التهينا بهاي الطعم اللي تخبى. ربي لك الحمد حتى ترضى وبعد رضا يا رب. مثل ما شفتوا يا شباب بعد انتظار طويل سوينا الكوسة بلبن التخبل التاريخية الشيء الرهيب. وان شاء الله يكون عجبكم المقطع، وامشي لا تنسونا بالله كل اشتراك وتفعيل زر الجرس. وهم اي شيء عندكم انا ما مسوي بالقناة اكتبوا لي اياه بالتعليق وتدللون، والعالمي دائما ظهركم ومعاكم قلبا وقالبا. باي باي.